السلام عليكم. اليوم راح نحضر حراق اصبعو. هي اكلة مشهورة في البلاد العربية خصوصا بلاد الشام. هي اكلة عدس بتضيفوا الها عجين، بس اختصار للوقت راح نستخدم المكرونة بدل العجين. خلونا نشوف مع بعض المقادير. لتحضير حراق اصبعو هنحتاج 2 كوب عدس حب، مكرونة اي نوع، ضمة كزبرة، 10 فص توم، ملح، معلقة كمون، 2 معلقة طحين، ربع كوب مي، نص كوب عصير ليمون، نص كوب دبس رمان، زيت زيتون، وللتزيين خبز عربي مقطع مكعبات ومقلي، بصل مقطع جوانح ومقلي. في مقلاية هنحط زيت الزيتون وهنضيف له الثوم. هنحمر الثوم شوي، اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي هنضيف له الكزبرة الخضراء، هنقلبها معاه. اول ما تبدأ تدبل معنا شوي هنطفي النار عنها ونتركها على جنب لوقت استخدامها. هنسلق العدس هياخد نص ساعة في السلق. هنخليه على نار متوسطة لمدة نص ساعة لغاية ما يستوي العدس، يعني تقريبا لما تضغطي عليه يكون طري، يعني يتفاص معك بسرعة، هيك بنكون انه استوى. بعدها هنبلش نضيف المكونات التانية. انا استخدمت الفوتوتشيني، مكرونة الفوتوتشيني، ممكن تستخدموا اي نوع من المكرونة هيأدي الغرض. هنقلبها شوي معها ونتركها لغاية ما تبدأ تطرى شوي. هنضيف الملح والكمون، هنضيف كوب من البصل المقلي ونقلبه مع العدس، هيعطي طعمة كتير طيبة. بعدين هنضيف نص كمية الكزبرة اللي حضرناها، والباقي هيضلوا للتزيين، وهنتركه على نار هادية لمدة 5 دقايق. حراق اصبعو من الاكلات الحادقة واللي بيساعد على انها تكون حادقة دبس الرمان وعصير الليمون. فالكمية اللي انا استخدمتها من الدبس الرمان والليمون نص كاسة كانت يعني كافية حدقتها للكمية اللي انا عملتها. فانتوا اذا بتحبوها تكون احدق من هيك ممكن تزيدوا. بعدين هندوب الطحين بربع كاسة مي وهنضيفها عليه. هنضيف الطحين المدوب مع المي للعدس والمكونات التانية ونقلبه لغاية ما يبدأ يتسبك معنا. اول ما يبدأ يتسبك معنا هنطفي النار عليه ونسكبه في طبق التقديم. زينوها بالطريقة اللي بتحبوها. انا استخدمت الخبز العربي، قطعته مكعبات وقليته بالزيت الحامي لغاية ما تحمر، والبصل قطعت جوانح وقليته. ممكن تضيفوا حبات من الرمان، بيعطي طعمة لطيفة لحراق اصبعو. قدموها ساخنة وصحتين وعافية. اذا حبيتوا الوصفة اعملوا لايك وشير، ولا تنسوا تشتركوا في قناتي. استنوني بالفيديو الجاي، ومع السلامة.